ماشي يا علي، بس انا ما اقدرش اسيب شغلي اللي بقى ليا فيه كيان ومركز. انا وضعي بقى حاجة تانية خالص دلوقتي. يا ميادة يا حبيبتي فهميني، انا تعبت من الوحدة. صدقيني انا محتاج لك جنبي جدا، غير اني فعلا فعلا مفتقد البنات. ده كان الخلاف اللي ما بيني وما بين جوزي، وفضل لفترة طويلة قوي بسبب شغله اللي في بلد تانية أصلا. وقبل ما تعرفوا بقى اختياري كان إيه، بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا ميادة، متجوزة علي وعندي منه بنتين. والصراحة يعني إن جيتوا للحق، علي إنسان محترم قوي ومريح جدا، ومن أول يوم جواز وهو قادر يحتويني، بيفهم كل احتياجاتي. وده بقى كان السبب في تهتي زي ما هتشوفوا كده. مالك يا حبيبتي؟ من وقت ما ماما نزلت وانتي ساكتة وسرحانة، هو حصل حاجة ولا ايه؟ أبدا، بس أنا حسيت إني تهت فجأة كده بسبب موضوع الشغل والبنات، وإن يعني ممكن أأثر من ناحيتهم أو يتظلموا معايا. إيه يا ميادة، أنت عارفة ماما بتحبك قد إيه. هي بس طبعها قلوقة شوية، خصوصا يعني على الأطفال. لكن أنا واثق فيكي وعارف إنك قدها، وأنا كمان معاكي في أي قرار هتاخديه، طول ما أنت حاطة بناتنا أولوية ليكي. أي حاجة بعد كده سهلة ومعاكي فيها. أيوة يا علي، أكيد هم أولوياتي، وزي ما أنت عارف أنا مظبطة شغلي على مواعيدهم هم. لكن غيابك عننا أكيد هيفرق معايا كتير. أنا هكون أم وأب، ومسؤوليتي هتبقى الضعف. أنت قدها يا حبيبتي، وغيابي والله ربنا عالم هو غصب عني قد إيه. أنت عارفة إن أنا لازم أسافر وأتغرب وأشتغل أكتر وأكتر علشان أعرف أعيشك أنت والبنات عيشة كويسة وفي مستوى كويس، أقدر أأمن لكم مستقبلكم. وأنا يا ستي احترمت رغبتك إنك تفضلي هنا أنت والبنات، ولو إني ربنا عالم أنا عاوزكم معايا إزاي. أنا عارفة يا علي، عارفة إن السفر غصب عنك وعني، بس أنا كمان مش هقدر أسيب شغلي أبدا، وخصوصا يعني في عز ما أنا بحقق فيه نجاحي وبعمل كارير كويس. وأنا مقدر، بس أنت ادعيلي ربنا يقدرني على الغربة والوحدة دي، ويقدرني على بعدك أنت والبنات عني. وهنا كان القرار الصعب الحقيقي، لأن ظروفنا في الوقت ده ما كانتش أحسن حاجة، ومصاريف بناتنا التوأم كانت كتيرة علينا قوي. فكان لازم ياخد قرار السفر ويشتغل بره. هو أنا بقى كان عليا أسيب شغلي وأهلي وأسافر معاه، وده اللي أنا ما قدرتش عليه، ما قدرتش أعمله، وما لقيتش وقتها منه غير كل تقدير واحتواء. بصراحة هو اتفهم قراري واحترم رغبتي، هو ساب لي حرية الاختيار. ولما حس إن أنا مرتبطة بشغلي قوي، هو احترم ده وشجعني كمان عليه وسهل اختياري، وسافر هو. وفضلت بقى أنا والبنات مع بعض لوحدنا هنا، وبقيت بشتغل، وبقيت أم وأب البنتين توأم. وده بقى حالي. إيه يا بنتي، انتي خلاص ماشية؟ ده احنا ما لحقناش حتى نقعد معاكي انتي والبنات. صحيح ماما عندها حق. ايه رأيك يا ميادة انتي والبنات تباتوا معانا النهاردة؟ ده انتم وحشنا قوي. معلش يا ميرو، عندي شغل كتير قوي ولسه هخلصه بالليل لما اروح، وكمان سبت اللابتوب في البيت. غير ان بكرة كمان مضغوطة جدا، عندنا البطولة بتاعت البنات، وحاجات التمرين بتاعتهم برضو موجودة في البيت، فصعب قوي البيات. وعليكي بإيه يا بنتي من ده كله؟ أبوهم متغرب ومتشحتف عليكي أنت والبنات، وأنت هنا أم وأب وبتشتغلي. ما كنت سمعتي الكلام وسبتي شغلك ورحتي مع الراجل هناك، على الأقل كنت بقيتي جنبه. صحيح يا ميادة، أبوكي عنده حق، كان أرحم ليك يا بنتي من اللي أنت فيه ده. ما حدش يا ماما بيحقق هدفه بالسهل. وبعدين يا بابا يعني علي بيحبني ومش أناني، وفاهم إن أنا بحب شغلي ومرتبطة بيه جدا، فهو ما ضغطش عليا إن أنا أسافر معاه علشان كده. يا ريت انت بقى لما تطلعيش انانيه يا بنتي وقت الجد. ولازم تفهمي انك زي ما اخدتي هيجي يوم ولازم تدي علشان تقدري تاخدي تاني. ما هي الدنيا كده. وقتها استغربت كلام بابا وما فهمتهوش، ما فهمتهوش غير دلوقتي بعد ما عدت سنه واتنين على سفر علي، ولقيته بيكلمني فيديو كول وبيقول لي: ازيك يا ميادة، عامله ايه؟ حبيبتي انت والبنات وحشتوني قوي. ايه رايك ما تجيبيهم وتيجي تقعدوا معايا شويه
قبل الأجازة ما تخلص. معلش يا علي، صعب قوي اخد أجازة تانية من الشغل دلوقتي. ده لسه من شهرين يا دوبك واخدة أجازة طويلة وسافرت لك أنا والبنات. مش هينفع أجددها تاني دلوقتي. خلاص يا حبيبتي خلاص، انتم بس وحشني جدا. حتى البنات ما بقوش يطولوا معايا في الفيديو كول زي زمان، بيزهقوا ويقوموا بسرعة. ايه يا علي، مالك بس يا حبيبي؟ ما احنا كنا لسه عندك، وقبلها انت كمان كنت مخلص اجازات السنة كلها. بتوحشوني يا ميادة، بتوحشوني. انت عارفة انا متعلق بالبنات قد ايه. انا بقيت حاسس انهم بيبعدوا عني، غير اني تعبان قوي وانا لوحدي هنا، ومحتاج لك جنبي، محتاج لك تقويني على الايام الصعبة دي. وهو يعني يا حبيبي القرب من امتى بيكون بالمسافات؟ طيب بص يا ميادة، ايه رأيك لو تيجي انت والبنات وتستقروا هنا معايا، ونرجع نتلم من تاني مع بعض، وتبقي معايا يا حبيبتي دايما في ظهري كده، وانسي اللي في الدنيا دي. الصراحة يا علي انا موضوع السفر ده صعب عليا قوي. انا مش مهيئة نفسيا ليه، غير اني دلوقتي في الشغل خلاص بقيت ناجحة، بقى ليا مكانتي، وانا ما صدقت بصراحة قدرت احققها. وقتها كان يسكت وما يردش، ما يحاولش يضغط عليا علشان ما اتضايقش. هو بقى على راحتي، لكن بحس بيه وهو متضايق، خصوصا كمان إن البنات بتكبر ومسؤولياتهم بتزيد. وللأسف تعلقهم بباباهم كمان بدأ يقل. ومع الوقت بدأ علي يكرر طلبه كتير، طلبوا إني أروح له أنا والبنات هناك، وكان صعب جدا آخد من شغلي كل الأجازات دي. وهنا بقى بدأت تكبر أكتر وأكتر جواه رغبة إن إحنا نروح نعيش معاه هناك، وبقى يتكلم في الموضوع ده بزيادة، بزيادة قوي، زي ما هتشوفوا كده. يو يا علي، هو انت ما بتزهقش من الكلام في الموضوع ده؟ انا فهمتك كتير، ما اقدرش اسيب شغلي اللي بقى ليا فيه كيان، انا ما عملتهوش بالساهل. يا حبيبتي فهميني بس، انا تعبت من الوحده، صدقيني انا محتاج لك جنبي جدا. ده غير اني فعلا بقيت مفتقد البنات قوي، انا بقيت حاسس ان انا خلاص هختفي من حياتهم. بس احنا كنا متفقين من الاول يا علي انك هتفضل هناك، واحنا زي ما احنا هنا. وانا ما خالفتش وعدي، ومن يوم ما اتجوزتك لحد النهارده عمري ما فرضت عليكي اي حاجه، وبشجعك تعملي كل اللي نفسك فيه، حتى لو هيبقى ده على حساب راحتي. بس المشكله بقى ان طول الوقت فارق معايا راحتك انتي، وبحترم رغبتك انتي، وللاسف انا اللي بقى وجودي في حياتك مش فارق. لا يا علي، اوعى تقول كده، انت عارف انا بحبك قد ايه، بس برضه صعب عليا اتنازل عن حلم عمري في عز نجاحي بالشكل ده. انت فاهمه كويس، انا مفيش قدامي اختيارات، وشغلي اللي هنا مفروض عليا علشان اعرف اعيشك انت والبنات عيشه كويسه. بس المره دي الاختيار في ايديكي، وبرضه انا مش هجبرك على اي اختيار ليكي زي العاده. بس ارجوكي، ارجوكي حطيني المره دي في اعتباراتك، خليني في حساباتك يا مياده. واتحطيت في اصعب اختيار في حياتي، اللي كانت حلوله كلها صعبه عليا. كنت في موقف لا احسد عليه، زي ما هتشوفوا بقى كده معايا. دبريني يا ماما، قولي لي اعمل ايه؟ علي صعبان عليا قوي، وبرضه خايفه اكون سبب في بعد البنات عنه، والفجوه والمسافه تزيد اكتر واكتر يوم عن يوم، واشيل ذنبهم. وفي نفس الوقت صعب عليا اسيب حلمي ومركزي في شغلي اللي وصلت له. انا ماليش غير شغلي يا ماما. غلطانه يا بنتي، ومن غير زعل. قولي لي، يعني ايه مالكيش غير شغلك؟ الكلام ده يا حبيبتي تقوليه وايدك ووافقك عليه لو كنت متجوزه واحد تاني غير علي، علي اللي كلنا عارفينه. انت عارفه كويس قوي يا ميادة، انا دايما بقول ان الست ما ينفعش تسيب شغلها ابدا من غير حتى مبرر قوي وضروري. بس علي والبنات يستاهلوا. علي راجل مسؤول، ولما الست يكون في حياتها راجل مسؤول بيبقى ظهرها مسنود. طيب وانا يا اميره، وطموحي ونجاحي، انا شغلي هو الامان بالنسبه لي. وعلي بقى، علي كان فين وهو بيتنازل عن حقوقه واحلامه كتير قوي علشان يحقق لك انت اللي بتحلمي بيه يا بنتي؟ دايما مهتم انه ينفذ لك رغباتك، يريحك. وبعدين الامان اللي بتدوري عليه في شغلك ده جوزك فعلا محققهولك من قبل انت حتى ما تشتغلي. الصراحه عندك حق يا حاج، الشهاده لله، الراجل مكفي بيته وبناته، وحتى وانت شغاله بيديكي مصروف ايديكي، وكل ده بيعمله من قبل حتى ما يسافر. كل الكلام اللي انتم بتقولوه ده انا ما اقدرش انكره، بس ما حدش ضامن الزمن يا جماعه،
ده غير إنه صعبان عليا أرمي كل اللي وصلت له دوت ورا ظهري. هي يا بنتي توكلي على الله وخلي ظنك خير فيه، وزي ما شغلك مهم لازم تفهمي إن بيتك وبناتك وجوزك أهم، خصوصا يعني لما يكون راجل بيحبك وبيحترمك ويستاهل إنك تتنازلي علشانه مرة. افتكري يا بنتي، أنا قلتلك في مرة لما يجي عليك الدور ما تبقيش أنانية. أيوة يا ميادة، روحي لجوزك احتويه وخليكي معاه وفي ظهره، ويا عالم يمكن تلاقي نجاح تاني وتحققيه، وقتها هيكون التحدي والنجاح الحقيقي بجد بالنسبة لك. وكلام أهلي شجعني، وأخدت بناتي وسافرت لعلي اللي كان طاير من الفرحة بينا ومحتار مش عارف يرضيني ازاي. والتأقلم كان صعب عليا قوي في الأول، لكن زي ما كنت سند لجوزي هو كمان كان ونعم السند والأمان. حبه وتقديره ليا كان الخير اللي ربنا مخبيهولي. بصوا كده، أنا عندي ليكي حتة خبر ب1,000,000 جنيه. خير؟ اللهم اجعله خير. أنا تواصلت مع مدير الفرع عندك في الشركة بمساعدة نادية صاحبتك، كنت عايزة أعملها لك مفاجأة، وفعلا وافق إنك تشتغلي معاهم بس أونلاين. أنت بتقول إيه؟ أنت بتتكلم بجد يا علي؟ هو أنت عملت كده علشاني؟ لازم تتأكدي يا ميادة إني مقدر جدا إنك ضحيتي بشغلك اللي هو أهم حاجة في حياتك علشاني وعلشان خاطر بناتنا. أنا فعلا بحب شغلي وزعلانة إني سبته، بس أنتم عندي أهم طبعا، والأهم إحساسي دلوقتي إنك عاوز تساعدني بأي شكل. أنا لا يمكن سعادتي ونجاحي يكملوا إلا بسعادتك أنت كمان. هو أكيد يعني المرتب هيقل منه الحوافز والبدلات والذي منه، بس إن شاء الله بشطارتك هتقدري تعوضيهم. أنا مش عارفة أقولك إيه يا علي، هتصدقني لو قلتلك إن فرحتي باختياري ليك أكبر من فرحتي بكل حاجة حواليا، حتى بالشغل. أنا اتأكدت فعلا إن الأمان الحقيقي معك أنت. مهم جدا وإحنا بنحدد أولوياتنا نبقى فاهمين إن الأمان والسعادة والراحة مش بس في الفلوس ولا في المناصب. المكسب الحقيقي بيكون في الاختيار الصح، اللي يفهم ويحتوي ويدي أكتر ما ياخد، اللي يقدر إن نجاحك هو أساس نجاحه. ولازم وقتها نقدر ونبطل أنانية وما نستخسرش بقى لما يجي علينا الدور، وندي إحنا كمان من قلبنا. ودي كانت قصتنا النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك